أخدت كبايتين من الطحين وحطيت فوقهم نص معلقة صغيرة من الملح ومعلقة ممسوحة كبيرة من البيكنج باودر، ربع كباية من الزيت النباتي، ومن 3/4 الكوب لكوب من المي الدافئ. رح اقلبهم كتير منيح مع بعض لحتى تصير عندي عجينة متماسكة، ورح اتركها ترتاح بس عبال ما نحضر الحشوة. للحشوة فيكن تحطوا اللي بدكن اياه، حبيت حط انا بندورة وبصل وزعتر وزيت كمان. قلبتهم كتير منيح مع بعض وقسمت العجينة بالنص، حطيت اول نص بالصينية فردتها بايدي، ما بحاجة لشوبك حتى لانه العجينة كتير طرية. حطيت الحشوة وفوقها حطيت اي نوع جبنة بتحبوه، فيكن تحطوا اي نوع حشوة طبعا. وبعدين النص التاني من العجينة كمان فردته بايدي وقلبته على الحشوة. حطيتها بفرن حامي مسبقا على حرارة 180، طبعا دهنت وجهها كمان بالزيت النباتي. رح تاخد تقريبا بين 15 وال20 دقيقة بالفرن، وبتطلع بهيدا الشكل. جربوها كتير طيبة. صحتين.